ندور على بيوت جديدة، فحاليا نحن جينا على أول فيلا شفناها. شهد عملت هيك جولة من دون أي واحد؟ البيت الكبير زكريا أول واحد، بسبب إنه البيت كله منور. الصالون كان أصغر، فاتحينه لبرا شوي، مجددين البلاط هون. والله سناب شات، كيفكم؟ كيف الأحوال؟ شو الأخبار؟ غبت عنكم فترة لأني عم نشتغل على موضوع. أكيد شهد خبرتكم لازم ننتقل من بيتنا ونروح ندور على بيوت جديدة، فحاليا نحن جينا على أول فيلا شفناها. شهد عملت هيك جولة فيها وراح ننطلق على الفيلا الثانية. رح أبلش معكم من السطح. أنا شهد بلشت من وين؟ من تحت. واو صح؟ أنت الواو. حلوة. يلا هون السطح. حكيت له؟ لا لسه ما حكيت له شيء، لسه ما صورت بيبي دخلتي انت. فهمتي كيف؟ مع انه هي ما يعرف شو عم بحكي. اوكي المهم نحن هلا بالسطح كنا نازلين لتحت. هذا الطابق الاول، رح افرجيكم كم غرفه هون. في هون صالون صغير، هاي ماستر روم، طبعا هذا اول حمام، دريسنج روم. هاي غرفة النوم. غرفة النوم نوعا ما صغيرة. نروح على باقي الغرف. هلا هو الفيلا فيها غرف كثيرة، بس بالنسبة للغرف الموجودة فيها حجمها صغير. يعني مثلا هيك فيلا فيها 6 غرف، اوكي؟ بس عاملين الغرف كلها احجامها صغيرة. هاي غرفة الثانية فوق، غرفة صغيرة. وهي كمان غرفة. عاملين 4 غرف فوق وغرفتين تحت. التحت ما بنحسب غرفة، بنحسب مكتب وفي غرفة نوم. وهي غرفة الرابعة مع حمامة. هلا رح ننزل عندكم جولة تحت على الصالون وعلى الغرفتين الموجودين تحت. اوكي، أول ما بننزل هون في هيك ممر بيجي على ايدنا اليمين المطبخ. مطبخ حلو، عجبني كثير. بس انا عاده المطابخ ما بحب يكون لونه الاسود، ما بعرف على التصوير بحسه هيك بيعطي غماء، بيعطي جو كآبه. وهاي الصاله تقريبا صالتنا نحن بالبيت الموجودين فيه اكبر من هي بشوي. الصاله طبعا مطلع على المسبح هون. اوكي البيت عجبك. وهي كمان غرفة، هاي غرفة نوم بس كمان نوعا ما صغيرة. اوكي، وهي عنا غرفة أخيرة. هي بتنعد مكتب، لأني ما فيها لا حمام ولا فيها خزن للملابس. وأول ما ندخل من هذا الباب هيك بيطل هيك على المسبح. هون غرفة الغسيل، الغسالة موجودة اوريدي. وهون ما بعرف في غرفة صغيرة، هاي غرفة العاملة يمكن. خلينا نطلع لبرا. كيف الجو عندك؟ حرارة 1000 صح؟ مسكتني؟ ايه مسكتك. هي الأجواء برا. على فكرة يعني حاسس أنا برا أكبر من جوا. يعني كأني مصممين البيت انه نحن رح نسكن برا مو جوا. بس حلو كتير. يعني هلا جايتنا شوي شتوية، رح تصير القعدة هون مثلا نعمل هون كله حشيش ومسبح، تصير كتير كتير حلو. بس انا ما بفضل مسبح بسبب عندي ادم وميرا. بيبي احكي لك شو ما عجبني بالفيلا؟ احكي لك شو؟ يلا شو شكلها من برا. شوف الالوان يعني. هاي شكل الفيلا من برا. هيك الكآبة الغام. يلا خلينا ندخل لجوا. شو تعالي نكمل حديثنا جوا. بس من برا ما بعرف، هيك شكلها غريب، الوانها غريبة. طلق. يلا تعالي بيبي. هون المفروض يكون في شجرة، تنزرع شجرة هيك تطلع كتير حلوة. شو اخذتي لها صورة مشان تشوفيها بعدين تصفني فيها؟ اوكي، هذا هو شكل الفيلا. هيك بتجي. خذي لي غطا. يا جماعة خلصنا الجولة في هاي الفيلا. عنا تقريبا بعد نص ساعة كمان موعد مع فيلا تاني، بس صاير بمكان تاني بعيد تقريبا نص ساعة. شيء لازم احط لوكيشن. شو رايك على الفيلا؟ اعطينا انطباعك اول على الفيلا. هو اوكي، مبدئيا تقييمي للفيلا حلوه،
يعني هي عادية انت فيها جايز فيها شوي عيوب. اوكي مثلا انه الصاله صغيره شوي، الماستر روم صغيره، يعني تخيلوا غرفتنا حاليا اكبر منها. وشو Yes. كمان من برا من برا الوانها مرة تسكني برا. حتى لو شهد دايما بتحكي على برا، انت مرة تسكني لا برا. راح اسكن برا. الوانها مش حلوه. واو. شو بدك؟ عليكم السلام. सर मी कंप्लीट राशि जला लैंडस्केप सर وصلنا على الفيلا الثانية. هذا مدخل البيت. في عنا هون غرفة صغيرة، هي غرفة نوم مع حمامة. في هون ما بعرف شو. في هون غرفة ثانية. هلا هي غرفة العاملة. هاي مثل ستورج صغير، مخزن صغير. Plot-wise, we have a big plot because it's technically a corner unit. Because that neighbour next to you is هاي الصالة. a 4-bed. الصالة بالنسبة للفيلا الأولى شفناها صغيرة كتير 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 صغيرة. يعني حتى الفيلا هي إجمالا صغيرة، مش حجمها مش مثل هذيك كانت أكبر. هاي الفيلا فيها 4 غرف وصالون ومطبخ. حتى المطبخ هون كمان صغير، أصغر من المطبخ هذاك. أول واحد شفناه حجمه كان أكبر من هذا بكتير. حتى هونيك كان في تقريبا 4 غرف فوق، غرفتين تحت، 6 غرف. هاي في غرفة تحت و3 غرف فوق، يعني مجموع 4 غرف. و4 غرف حجمهم صغير، يعني مو 4 غرف وحجمهم كبير. هلا في بعض البيوت الفلل بيكون صحيح 4 غرف مثل أول فيلا سكناها الكبيرة كتير، كان في فوق 4 غرف، بس ما شاء الله كل غرفة بحجم صالون كان كبير كتير. اوكي في عنا هون هي غرفة. الغرف كتير 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 صغيرة. هون الحمام، اظن هذا الحمام مشترك بين هاي الغرفة وهي الغرفة. هاي الغرفة كمان نفس الحجم. يس. وفي عنا هاي الغرفة ماستر روم. هاي حمامة. اوكي. دريسنج روم صغير كتير. وهي الغرفة كمان ماستر روم، غرفة كبيرة كمان. حتى غرفة النوم هي شوي أصغر من هذيك، والدريسنج روم لا هذيك بظن أكبر مع دريسنج روم، ونحسب الليل بتطلع هذيك أكبر بكتير. ما بعرف في كمان أشياء فوق. هون السطح. بس شيء حلو بهالبيت كتير منور، يعني الشمس داخلة من كل أماكن. عادة أنا وشهد أكثر شيء مهمنا بالبيت يكون منور، لأني بتعرف البيت المعتم دائما هيك بحسس واحد بالكآبة. بس ما في شيء هون. نصيحة مني يا جماعة، أي حدا بده ياخذ بيت، بده يشتري بيت، يستأجر بيت، دائما دققوا على موضوع إنه البيت ويكون منور بكل الأماكن. لأني سبق أنا أخذت كذا بيت لما كنت بالسويد كان بيتي مو منور. بتحسوا دائما إنه أنتم شو فيكم، ما فيكم طاقة، تعبانين، ما بتحبوا تعملوا أي شيء هيك، ما بتعطيكم إنرجي. بيبي شهد معك قصة. شو خلصت؟ شو رأيك؟ بيتنا الأول واحد كنا ساكنين فيه الكبير كتير. انت ليه لابس سبحان نظارة جوا الله. البيت؟ هي بدي اعرفها. هيك أحلى. سبحان الله، إذا بكون نايم الساعة 6 الصبح كنت أفيق الساعة هيك 10 11 هيك من دون سبب، من دون سبب. أي واحد؟ بيت الكبير زكريا هو الواحد، بسبب إنه البيت كله منور. منور. يعني إذا قعدت بحس حالي إنه أنا ليش قاعد؟ لازم أقوم، لازم أعمل شيء. هاد كمان منور. هذا كمان منور، هذا منور أكثر من هذاك أول واحد، بس هذا أصغر من هذاك. كل واحد فيه حجة. صح. أوكي هلا راح ننتقل على الفيلا رقم 3. حلو تقسيمته، إنارته حلوة كتير، بس المشكلة صغير، كمان صغير. يعني هذا مثلا إذا حطينا التي في لهون الطعام ولا التي في؟ لا اكيد. لا هون التي في، اوكي. هون حياة التي في. إذا حطينا الصوفة هيك، صوفتنا كبيرة رح تجي لهون، وهي طاولة الطعام سكرت، صار بس في ممر صغير هيك صحيح. تقريبا.
ادم وميرا ما راح يلعبوا. نحن اصلا مشكلتنا الاساسيه انه هي بيتنا صغيره بدنا نتصغر، فما حلينا المشكله هون. بالعكس زدنا المشكله لان هذا البيت اصغر من البيت اللي نحن ساكنين فيه، البيت اللي ساكنين فيه مساحته ما شاء الله صالون كثير كبير تقريبا 11 متر. بقول لك طب ليش البيت صغير؟ بدي اكبر بدي اكبر، بس غرف النوم الفوق صغيره، عندك غرفه النوم تبعيتنا كبيره وفي غرفتين ثانيين صغار وممر صغير. الشهد ما شاء الله محتل الاماكن، فمشان هيك بدنا خلص بيت يكون فيه بس ست بدي سبع أعمل غرف لابسي كبار كبار. يعني نحن مشان هيك طالعين من البيت مشان ملابسي. حمام حلو، لا هذاك احلى من هذاك احلى. صدمة يا صدمة، مصدومة مصدومة. شوف ماتت. يلا. حتى البيت شوف حتى البيت. شغلتك والسيارة شغالة شغال. شو هالصوت؟ هي السيارة الثانية. سيارته. اخ شغل لي هي رح اموت. بسرعة. هنيك كان ابرد ليش؟ وجهي رح يدوب. اوكي يا جماعة، هي الفيلا تقييمك ما بعرف. للفيلا رقم تقييمي 2. رقم 2، رقم 1 كانت الافضل. لحظة، هاي تقييمي لها 2 من 10. لا لا مو لهالدرجة، 10 حلوة الفيلا. 0 من 10. الشيء الحلو فيها الفيلا انه منورة، كنا باكي هي منورة اكثر من هذيك. سو جايز متخيلين انه هي الفيلا اغلى بكثير من اول فيلا شفناها. هي في فرق كبير. وهديك 6 غرف، هي 4 غرف، وهديك اكبر من كل النواحي وهي اصغر من كل النواحي. فاوكي انتم كمان اعطونا رايكم، وهديك فيها مسبح. الفيلا الاولى ولا الفيلا الثانيه؟ فننطلق على الفيلا الثالثه. ننطلق على الفيلا الثالثه وان شاء الله تكون احلى من الفيلا الاولى والثانيه. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله نتوفق فيلا. اوكي جينا على الفيلا رقم 3. هون مدخل البيت، هذا الباب الرئيسي. جنب الباب شوفي في عنا هون غرفه اكيد صغيره رح تكون. في الحمام، واو الحمامات هون حلوين. هون ما بعرف شو في، يمكن غرفة غسيل أو هيك شيء. شو عاملين ديكورات بالحيط. هون هذا المطبخ. هاي في غرفة ثانية، غرفة العاملة على ما أظن. يس. في هون المطبخ نوعا ما المطبخ منيح. وهيك من هذا الباب الرئيسي بتجوا هيك مقابلكم الصالون. الصالون هيك كبير. حبيت الصالون كبير. الصالون كبير حتى برا. صحيح انا ما شفت برا. ما شفتي برا؟ لا. Can we open this? اوكي هاي الحديقة. على حسب ما حكى لي الشاب البيت هذا عاملين فيه شوية تعديلات بيبي. كان الصالون كان اصغر فاتحينه لبرا شوي، مجددين البلاط هون. عاملين هي بس كمان. تعرف شو حبيت؟ حبيت هون انه هذا البلاط من نوع حلو. هذا السيراميك، مو السيراميك، البورسلان. في غرفة هون شغالة ولا؟ لا هاي غرفة السائق، يمكن في هون كمان غرفة. الحديقة اكشلي كبيرة كتير، هيك صايرة وهيك لهي لتاني طرف. هذا الصالون. ايه نطلع لفوق. وهون الدرج، باب الرئيسي بندخل هيك بعدين ندرج للطابق الثاني. عم بقول لهم بيبي انه حلو الفيلا مجهزة صح؟ الفيلا ما في داعي شفت عملنا اي تفاصيل. هدول كلها هلا من جديد اي عاملينها. تفاصيل يعني كل شيء عاملين. هلا من جديد ونجددها. حتى قال لي هي الغرفة هي ما كانت غرفة، هي كان هذا كان بلكون. جد؟ والله شو عمل؟ مدها لقدام هيك وبنى حيط صارت غرفة. هي ممكن تعرف شو تكون؟ استوديو. اي والله. في حمام هون، غرفة كالعادة صغيرة. هون في صالون صغير. غرفة آدم. راح خلصوا الغرف. غرفة آدم. وكمان تحت حياخذوا غرفة. هاي غرفة كمان ثالثة فينا نقول. وهي غرفتي أنا فيها. حمام. وهي الغرفة الكبيرة الماستر. هاي إلي هي لإلك، ما تقولي لإلي ولا سيما، هي قولي هي لإلي. هاي إلي وهي إلي
بس. اوكي، اول ما ندخل من الباب هون دريسنج روم. شايفين هاي الطاولة شاهد ما في داعي تعمل او تشتري طاولة للمكياج، جاهزة وخالصة وفيها دروجة وكل شيء. اوكي توقعت شيء احسن. شو بيكون يعني هذا هو الحمام. واو. نايس. هون الدوش بانيو. انا مو من النوع اللي بحب البانيو يا جماعة، ما بعرف، بحس لما بقعد بالبانيو بدوخ. جد؟ والله العظيم. اوكي بحب يكون، ما بعرف بدوخ، بحب يكون شكله موجود بالبيت، بس انه استعمله لا. كل ما بحاول استعمل البانيو ما بتجيني الدوخه وبتقلب معدتي، ما بحب. انسان غريب. يعني على اساس انت كثير بتحبي البانيو. عندكم هاي المرايه بتنفتح هيك، هاي الحركه كثير حلوه. ايوه تختصر علينا كثير اشياء، يعني ممكن مثلا تحط معجون اسنان، الفراشي، أحلى ما يكونوا برا. الاشياء بتسكروا، احسن ما يكونوا منتشرين هون مثل عنا. هون شو تحطي مناشف، في تحطي تفاصيل قصص. يعني انا ما اخذت يعني كثير بالي. ديتيلز شاد ما اخذ بالي. اوكي بنطلع من هون بنفرجيكم حجم الغرفه. انا حاسس هدول الاشياء دريسنج روم مع الحمام اكبر من الغرفه. هاي الغرفه فعليا شوفي اذا بتتسطحي رجليكي بيصلوا على الحيط. غرفة النوم صغيرة. غرفة النوم كثير 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 صغيرة. بكل الأحوال البيت لا بأس فيه. هاي الفيلا رقم 3، فما بعرف انتم شو رأيكم. صراحة هاي الفيلا بالنسبة لي أحسن من الفيلا رقم 2 اللي رحنا شفناها بكثير، كإضاءة كحجم يا جماعة اليوم خلصنا الجولة، جولة الأحسن البيوت. بكرة بعد بكرة كمان عنا جولة ثانية، حاجز تقريبا 3 فيلل كمان رح نروح نشوفهم، وبعدين بنقرر إذا عجبتنا. هلا اليوم أكثر فيلا فازت عنا الفيلا رقم 1 تقريبا. أنتم كمان قلنا أي فيلا أحلى وحدة كانت بالنسبة لكم. بكرة كمان بعد بكرة، ليش عم بقول بكرة بعد بكرة شو بني مع بكرة؟ بعد بكرة كمان عنا مواعيد مع 3 فيلل، واليوم رح كمان اشيك هيك اذا بلاقي هيك فيلل كمان رح احجز مواعيد، وان شاء الله نلاقي الفيلا اللي نحن بدنا اياها، الفيلا المنتظرة، الفيلا اللي رح نعيش فيها ورح تعيشوا فيها معنا انتم كمان، الفيلا اللي انتم ما يعيشوا معنا كمان. مو نحن عم نصور فهم تقريبا كانوا عايشين معنا. بصراحة الفيلل كلهم حلوين. رقم 2 نوعا ما مش ولا بد. رقم 3 رقم 2 اكس نعم. اوكي رقم 3 حلوة كتير. بس شو سعرها غالي. رقم 3 سعرها مبالغ فيه كتير بالنسبة لحجمها. سعرها نص مليون و50 بالسنة. 550,000 درهم. 550,000 درهم مبالغ فيه بالنسبة لحجمها، مبالغ كتير كتير كتير. يعني بهذا السعر ممكن واحد يلاقي قد الفيلا و3 مرات كحجم. لا مو 3 مرات. لا 3 مرات. 3 مرات؟ جد؟ انا اقول لك 3 مرات، انا بالسوق وبعرف. ايه وصلنا على البيت. ميمي بالورينا كابوتشينا. ميمي يا عمري هذا مامي تركتها برا. مامي راحت. تعالي بابي تعالي. اوكي وصلنا على البيت. اوف لا اله الا الله. صرنا كم ساعة طالعين عم ندور على بيوت؟ من ساعة تقريبا 1:30. كله طرقات روحة ورجعة. ميمي تعي لعندي، تعي بابي تعي. ميمي تعالي بابا، بعد بكرة كمان عندنا نفس المشوار. تعي يا عمري تعي. بدي اقول لك وين ماما. تعي لعندي بقول لك وين ماما. لا تعالي. تيني بوسة، تيني قولي لهم هاي كيفكم؟ يا عمري لك طيب اعطيني بوسة. هاتي بوسة. اخ ادم صار لي زمان ما مصوركم. ادم تعال. ادم قل لهم هاي. هاي everyone. شو عم تعمل؟ شو حاطط بطنك؟ شو هذا؟ بول. شو عم بيسوي هون؟
يا جماعة للأمانة الفيلا اللي شفناهم كلهم حلوين، كلهم حلوين، بس كل وحدة فيها عذر معين. وعندي هلا بالتعليقات الآراء كلها متضاربة، شيء اللي بيقول فيلا رقم 1 حلوة، اللي بيقول الرقم 2، اللي بيقول رقم 3. فاحترنا، اثبتوا على رأيي. انتم مثلنا صايرين نحن ما بنثبت على رأيي، انتم كمان انعديتوا مثلنا. الأمانة 3 فيلا حلوين، بس كل وحدة فيها شيء. يعني مثلا أول فيلا كانت حلوة بس إنارتها شوي ضعيفة. فيلا الثانية والثالثة إنارتهم أقوى بس بيجوا أصغر من فيلا الأولى. فأنا بعتقد اللي رح نعمله أنا وشاهد بعد بكرة رح نروح نعملنا جولة ثانية، على ما أظن رح نلاقي شيء أحلى. يعني بظن في أحلى بكتير. أنا اللي حجزتهم كمان حلوين، فبنستنى لبعد بكرة بلكي نلاقي طلبنا، لأني بصراحة ما بعرف. ليش ما بكره؟ ما خلص عم بفكر قبل ما اقول بكره، ما عم بفكر انه لا بعد بكره. فانتوا حيرتونا كمان، ما حدا اعطانا هيك رايه 100%. فمن اجل موضوع بعد بكره بتعطونا رايكم 100% اي فيلا بتكون احلى وحده حتى نروح نختارها وناخذها. والله انا وشاهد قاعدين اخذين استراحه مقاتل. عم ناكل، جبنا اكل جاهز. اليوم شاهد ما لحقت تعملنا طبخه من ايديها الحلوين. ميرا بابي البارحة عملت لك طبختين. شو عملت امبارحه؟ غدا وعشاء. والله نسيت انا شو اكلت امبارحه، نسيت شو اكلنا امبارحه. كل يوم يعني بدك طبخ؟ والله نسيت. المهم شوفوا ميرا قاعده عم تاكل سبايسي، تاكل سبايسي اكثر مني ومن شاهد. يعني هلا انا مو من النوع اللي بحب السبايسي، ما بحب الحد، وشاهد نفس الشيء. هي بتاكل سبايسي بطريقه مو طبيعيه. بابا كيف هيك تاكلي سبايسي؟ كيف يا عمري على هالابتسامه؟ تحبي السبايسي؟ الصوص هذا تبع سبايسي. ايه يا عمري. عندها هون سبايسي. الاكل تبع اذا ما كان سبايسي ما بتاكله. ليش بابا بتحب السبايسي؟ احكي لهم. بتحبي السبايسي كثير؟ يا عمري. على فكره ادم كمان نفس الشيء. ما بحب لا بيحب السبايسي. لا. بياكل سبايسي. امبارح كان عم بياكل شيبس سبايسي. ايه تشيبس وهيك اوكي، بس مو اكل. عم بياكل شيبس سبايسي احترق تمه جاي لعندي عم ووتر. طيب ليش عم تاكل يا ابني اذا انت ما خرجك على الحد؟ ليش عم طلعت غنية ادم؟ شوفوا هاي الغنية الادم اللي برقص عليها. شوفوا يلا يلا بابا يلا. It's infectious. شو اللي عم بيصير؟ عم بيطلع من التلفزيون من هون، شايفين؟ وبرقص. يلا بابا يلا ادم يلا ارقص. هي للامانه فعلا الغنيه كمان شوي انا رح ارقص. يلا ميرا بتعرفي ترقصي انت كمان؟ بابي ما بتعرفي ترقصي؟ ليش؟ لك ليش؟ يلا ادم يلا